بسم الله. الفيديو التاني النهارده معايا اللي هو ازاي ابعت الحالة للمعمل من خلال الميدت، او هو المعمل ازاي يظهر ليا في القائمة بتاعة الاوردر، او السؤال التالت عايز اضيف اكتر من معمل في القائمة بتاعة الاوردر ويظهروا ليا. طيب الحاجات دي بعملها ازاي؟ انا خلصت سكاننج دلوقتي. اول خطوة المفروض اعملها ان الكيس دي يبقى معمول ليها سنكرونايزيشن. فانا اول ما هضغط على اوردر هتلاقي اوتوماتيك ان الكيس بدأ ان هو يتعمل لها سنكرونايزيشن اوتوماتيك، وهتطلع لي الرساله دي كده. فانا هبتدي ان انا اعمل لها ايه، اوكي، وهيبتدي يعمل ابلود. بس ده تقصيرا للوقت بتاع الفيديو، بدات ان انا عملت السنكرونايزيشن ده قبل الفيديو. طيب انا عايز دلوقتي ان انا بعد ما عملت السنكرونايزيشن ابعت الحاله للمعمل. فانا هخش اضيف معمل جديد من الميدت اكونت بتاعي، بفتح البيدج بتاعتي خلاص، وابتدي ان انا طبعا زي ما قلت في فيديو قبل كده ان الانفورميشن بتاعتي لازم تكون كامله عشان لما اجي اعمل سيرش على المعمل او اعمل سيرش على العياده الاقيها موجوده زي الفيديو اللي قبل كده. طيب هبتدي اخش على بارتنر خلاص، وابتدي اعمل سيرش على الايه، على الاكونت اللي معايا. فدول البارتنر اللي موجودين حواليا، فهبتدي ان انا اختار المعمل اللي انا عايز ابعت له، او هخش اعمل في السيرش وابتدي اكتب الاكونت بتاع المعمل اللي انا ابقى عايز ابحث عليه او ابعت ليه. فانا دخلت كده في البارتنر بتوعي، وطبعا لو في بارتنر معايا زي المعامل دي كده معايا فهيبتدي ان دول ظاهرين معايا. طيب انا عايز اضيف مثلا معمل، فانا ابتديت ان انا اعمل سيرش على المعمل اللي انا عايز اضيفه، وليكن مثلا المعمل اللي هو ارت كونسبت ده. دخلت على الديتيلز بتاعته فهيبتدي يظهر لي العنوان بتاعه ورقم التليفون بتاعه، واعمل حاجه اسمها ريكويست بارتنرشيب. لما عملت ريكويست بارتنرشيب هو دلوقتي هيجي له المعمل على الاكونت بتاعه رساله من ميدت بتقول له ان انا الاكونت بتاعي ده بحاول ان انا اعمل معاه بارتنرشيب. هو يعمل اكسبت للايه، للبارتنرشيب ده. اول ما يعمل اكسبت للبارتنرشيب اوتوماتيك خلاص هلاقيه ظاهر معايا في الليسته بتاعه الاوردر. طيب اول ما يظهر معايا في الليسته بتاعه الاوردر هبتدي اضغط على الاوردر. طبعا احنا الارت كونسبت هو لسه ما قبلش الريكوست بتاعي، فهيبتدي يظهر لي في البارتنر بتوعي ده. دلوقتي مثلا معمل بتعامل معاه خلاص، عايز اضيف المعمل تاني، اول ما يعمل اكسبت هيبتدي يظهر لي في الليسته بتاعتي. طب في الاوردر عندي دي البيانات بتاعه الحاله بتاعتي، ممكن اضيف الميعاد اللي انا عايز استلم فيه. ده الاوردر ليست بتاعي تمام، اللي هو التركيبه بتاعتي، رقمها، نوع الماتيريال بتاعتي، الشيد اللي انا عايز استخدمه خلاص. الفايل ليست دي الحالات اللي انا بعتها. طبعا انا ممكن الغي او اكنسل او اضيف اللي انا ايه عايزه. طبعا انا لغيت الصور دي مش محتاجها فانا لغيتها. فانا لو عايز ابعت الابر واللور والاوكلوجن فانا بعت الثلاث فايلات دول كده زي ما انا شايف. لما اجي اعمل اوكي خلاص كده هتلاقي اوتوماتيك الكيس دي اتعمل لها اوردر خلاص. وما دام اتعمل لها اوردر يبقى خلاص ما ينفعش ان انا اعمل بيها اوردر لحد تاني او معمل تاني. طيب ازاي بقى ان انا الكيس اللي اتعمل لها اوردر دي اضيفها او ابعتها لمعمل تاني؟ هنشوفها ان شاء الله في فيديو بسيط تاني، ويا رب يكون الموضوع بسيط ومفيد ان شاء الله. وكنت معاكم مهندس احمد السيد من سلسله فيديوهات ميدت بالعربي. شكرا.